لو اليابان مش موجودة وما قامتش بعد الحرب العالمية التانية، حياتنا كانت هتتغير حرفيا. عايز تعرف ليه؟ اعمل لايك وشير وفولو ويلا بينا نكمل الفيديو. بحب اليابان جدا لأنها فعلا نموذج للدولة الناجحة، دولة الحرب العالمية جابتها على الطوب الأحمر، ومع ذلك قامت وبقت دولة عظمى تعليميا واقتصاديا وكمان تكنولوجيا. النهارده هقول لكم على اختراعات عملتها اليابان غيرت حياتنا للأفضل. عندك مثلا تقنية لمبات الليد اللي في شاشة الموبايل اللي حضرتك ماسكه دلوقتي، اختراع ياباني. ولو بتتفرج من اللابتوب فاللابتوب نفسه اختراع ياباني. أول كاميرا في التاريخ فاكرها؟ أم شرايط دي كانت ياباني برضه، وكمان الفيديو اللي كان بيشغل الشرايط كان برضه ياباني. الوكمان، فاكر الوكمان؟ كان ياباني. عربية حضرتك وحضرته ونص اللي قاعدين معانا ياباني، إذا كانت تويوتا ولا هوندا ولا ميتسوبيشي ولا نيسان ولا سوزوكي ولا سوبارو ولا حتى مازدا زي بتاعة محمد، كل دول ياباني. الكرتون الانمي اللي مجنن العالم ياباني. الآلة الحاسبة اللي اخترعتها شركة كانون اليابانية، واللي ساعدت كل طالب متوسط يحفظ جدول الضرب، واللي مش عارف يحفظ الاسم المطولة اللي مفيش حد فينا أصلا بيعرف يحلها. بس من الاختراعات اليابانية اللي أنا بقدرها قوي الكيو ار كود، الاختراع العبقري اللي قدمه الياباني ماساهيرو هارا. والكلام ده كان سنة 1994 لما كان في إحدى الشركات التابعة لتويوتا، وكان هدف الفكرة كلها كان تتبع العربيات وقطع الغيار وأجزاء السيارة، وده أثناء نقلها خلال عملية التصنيع. بس الكيو ار كود انتشر بشكل أكبر بعد ظهور السمارت فون، وبقى في كل مكان وفي كل تفصيلة في حياتنا، منيوهات مطاعم، وسيلة لدخول الجامعة أو الحفلة أو الأوتيل، بيانات عن أي حاجة أو أي شخص. من الآخر كده بقينا عبارة عن كيو ار كود ماشيين على الارض. بس اليابانيين ما نسيوش اصلهم، وبما ان الرز عندهم زي العيش عندنا كده، نجح يوشيتادا مينامي، لو انا بقول اسمه صح يعني، سنه 1956 في اختراع اول حله كهرباء لطبخ الرز ذاتيه الغلق عشان يريحوا ست الحبايب اليابانيه. فهتلاقي ان اليابان قدرت تحفر اسمها كاسم مرادف للجوده ميد ان جابان، وعشان كده انا بحبها. ما تنساش بقى اللايك والشير، واشوفكم الحلقه الجايه. منيوهات مطاعم عادي جدا، مش اي حاجه. بس كيو ار كود انتشر. ممكن تديني انا جايبه نوته، جبت نوته جديده. احنا قلنا الطالب المتوسط، احنا قلنا مش هنقولها دي عشان ما عرفتش اقولها المره اللي فاتت. لو اليابان مش موجوده وما قامتش بعد